أهلا بكم في راديو ستارز وشخصية مؤثرة مع مروة صالح. وليد حسنين واحد من شباب مصر المتميزين، جراح مصري مخترع نظام رعاية الأعضاء البشرية. تم اختياره من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم بسبب اختراعه المذهل في تكنولوجيا زراعة الأعضاء البشرية. فقد قام باختراع جهاز يقوم بالاحتفاظ بالأعضاء البشرية دافئة بدلاً من الطريقة القديمة بتجميدها. ولد حسنين بمصر والتحق بكلية الطب جامعة القاهرة. كان حلم حياته أن يصبح جراحاً كبيراً. راسل الكثير من الجامعات لقبوله لاستكمال دراسته، ورفضوه جميعاً إلا جامعة جورج تاون في واشنطن التي وافقت عليه بعد اختبارات صارمة ليتخرج منها كجراح قلب وصدر. خصص وقته لدراسة إمكانية تنفيذ جهاز يحافظ على حيوية القلب بدلاً من تجميده. وبعد 10 سنوات استطاع صنع جهاز يشبه الصندوق يوضع فيه القلب ويتم توصيله بالدم والأكسجين في درجة حرارة 37 كأنه موجود داخل جسم الإنسان. استخدم الجهاز عام 2006 في ألمانيا في جراحة زراعة قلب لسيدة، ونجحت العملية، وما زالت هذه السيدة على قيد الحياة. ووصل عدد العمليات التي استخدمت هذا الجهاز أكثر من 500 عملية في مختلف دول العالم. ويعمل الدكتور حسنين على تطوير الجهاز ليشمل المحافظة على أعضاء بشرية مثل الكبد والكلى والبنكرياس. ويقول الدكتور حسنين: قوبلت فكرتي بالسخرية وعدم الاهتمام، وحاول آخرون سرقة فكرتي والاستيلاء عليها، لكنني نجحت. وأقول للشباب: انظروا لأنفسكم أولاً، وابحثوا عن الفرصة، ولا تيأسوا، فأحفاد الفراعنة قادرون على فعل المستحيل. كنت معكم أنا مروة صالح، وإلى لقاء جديد وحلقة جديدة.